السلام عليكم، كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. إن شاء الله النهارده هنعمل مع بعض رولات الجلاش بطريقة سهلة وبسيطة جدًا، من أحلى وأسهل الطرق اللي ممكن تعملي بيها الجلاش بطريقة سهلة جدًا، وكمان طريقة شيك وفي نفس الوقت طعمها تحفة. يالّا بينا نشوف الطريقة، بس قبلها ما تنسوش تصلّوا على النبي صلى الله عليه وسلم وحطّوا لايك وتعالوا بينا نشوف المكونات. أول حاجة هنعملها هنعصّج اللحمة، معايا معلقة كبيرة من السمنة ومعلقة كبيرة من الزيت. بدأت بعد كده أنزل عليهم ببصلتين متوسطين مقطّعاهم قطع صغيّرة زي ما أنتم شايفين معايا كده. وهاتبّل البصل برشة خفيفة من الفلفل وده اختياري لو مش حابة تحطيها في الأول عادي. بعد كده هافضل أقلّب فيهم لحد ما البصل يدبل، أنا عايزاه بس يدبل بس ما ياخدش لون. وطبعًا في طرق كتيرة لتعصيج اللحمة، ممكن تحطي البصل بعد ما تحطي اللحمة، الطريقتين واحد، اختاري اللي أنتِ حاباه. زي ما أنتم شايفين كده هنا أنا بس دبّلته ما خدش لون. بعد كده هانزل عليه بنُص كيلو من اللحمة المفرومة. طبعًا كل ده ولازم تكون النار عالية، ما تكونش نار هادية ولا متوسطة عشان خاطر اللحمة ما تنزّلش العصارة بتاعتها. بافرد اللحمة كويس جدًا في الطاسة وبافككها زي ما أنتم شايفين معايا كده بالمعلقة. بعد كده هارُش عليها رشة من الفلفل الأسود، وكمان معايا معلقة صغيرة من السبع بهارات، أنا مش باكتّر في البهارات على اللحمة عشان ما يضيعش طعمها. بس لو أنتِ حابة تحطّي بهارات إضافة وبتحبي طعم البهارات ممكن تضيفي أي إضافة أنتِ عاوزاها. وما باحطّش الملح دلوقتي، أنا باستناها توصل حتى لنُص سِوَى أو 3/4 سِوَى بابدأ أضيف الملح. بعد ما تاخد الصدمة الأولى وتاخد لون من الجهة الأولى، بابدأ أقلّبها مع بعض زي ما أنتم شايفين كده، لحد ما اللحمة تتعصّج معايا وتستوي. كمان ممكن تضيفي فلفل ألوان أو فلفل أخضر بس المتوفر عندِك، سواء كنتِ هتضيفيه في الأول مع البصل أو هتضيفيه في الوقت دوّة مع اللحمة. بتدّي طعم حلو جدًا برضه اللحمة لو أنتِ حابة تزوّدي من قيمتها الغذائية. بعد ما اللحمة خلاص قرّبت تستوي فاضل لها حاجة بسيطة وتبقى خلاص استوت، بابدأ أضيف الملح وطبعًا الملح حسب الذوق. أقلّبهم مع بعض، بعد كده بابدأ أضيف طماطماية كبيرة مبشورة متشال منها البذر، بابدأ أضيفها على اللحمة. بتدّي طعم حلو جدًا للحمة وكمان بتدّيها لون جميل جدًا، ودي طبعًا إضافة اختياري لو مش حابة تضيفيها براحتك، بس هي هنا المقطع اتحذف. وخلاص كده اللحمة استوت معايا، باسيبها تهدى خالص وتبرد، وبعد كده بقى هابدأ أجيب الجلاش وأبدأ أشتغل فيه. أول حاجة بادهن الصينية مادة دهنية سواء كانت سمنة أو زبدة، أنا هنا مستخدمة زبدة. أنا باحب الزبدة في الجلاش الحادق عشان بتدّيه طراوة حلوة جدًا. بعد كده أنا هاستخدم ورقتين بورقتين، يعني أنا يا دوب ورقتين معايا من الجلاش هابدأ أدهنهم الطبقة الأولى بس بالمادة الدهنية. وزي ما أنتم شايفين كده أنا مش حابة أدهن ما بين كل طبقة والتانية عشان ما يكونش دسم أوي، وبتبقى خفيف جدًا في طعمه، ما بيكونش تقيل، ما تحسّوش تقيل على المعدة. بعد كده باتني بس حوالي جزء بسيط كده من الورقة، حوالي تلتها. برضه بارجع أدهن الجزء اللي أنا تنيته من الورقة دهنة بسيطة، خلّي بالِك إحنا مش بنستخدم مادة دهنية كتيرة، الفرق بس في توزيع المادة الدهنية كويس جدًا على ورقة الجلاش. وزي ما أنتم شايفين كده بابدأ أرُص الحشوة وأنظّمها شوية على الورقة، وهنحطي كمية اللحمة المفرومة اللي تحبيها زي ما أنتِ عاوزة. تسويها كويس جدًا، وبعد كده هتبدئي تقفلي عليها الورقة. باخد أول طرف الورقة زي ما أنتم شايفين كده، وأبدأ أقفل على الحشوة كويس جدًا بكل سهولة. باضغطها كويس جدًا عشان ما تفكش مني الورقة أو الحشوة تخرج براها. زي ما أنتم شايفين كده بابدأ ألف الورقة بكل سهولة. وطبعًا التانية اللي أنا تنيتها في الأول دي بتدّي قاعدة كويسة جدًا للحمة المفرومة، وبتعرفي تلفي بعدها الورقة براحتك جدًا. بعد كده هابدأ أرصها على طول في الصينية اللي إحنا دهناها مادة دهنية من شوية، بتكون قفل ورقة الجلاش لتحت طبعًا عشان ما تفكش مننا أثناء التسوية. هاعمل معاكم واحدة كمان زي ما أنتم شايفين كده، هاضم ورقتين للجلاش زي ما قُلنا، ممكن تستخدمي ورقة واحدة تاني برضه لو أنتِ عاوزة، أو ممكن كمان تستخدمي 3 ورقات، بس أنا هنا باستخدمها ورقتين. وبادهن بس الطبقة الأولى زي ما أنتم شايفين، مش بادهن ما بين الورقتين عشان قُلنا الجلاش ما يكونش دسم أوي. بعدين باتني جزء بسيط من الورقة حوالي تلتها، وبعد كده بابدأ أدهنه بالمادة الدهنية اللي معايا. يبقى على فكرة ده اختياري، ممكن ما تبدئيش تتني الورقة، ممكن تبدئي على طول تلفي الجلاش، بس أنا باحسها بتدّي قاعدة حلوة جدًا للحشوة، وبتخلّيني أعرف ألِف الجلاش بسرعة وبكل سهولة. وأبدأ أرص الحشوة زي ما أنتم شايفين كده، وأبدأ أسويها. طبعًا بترصي الكمية اللي أنتِ حاباها. وكمان في الخطوة دي ممكن تضيفي أي نوع جبنة بتحبيها، سواء كانت جبنة شيدر أو جبنة موتزاريلا. بتدّي طعم حلو جدًا برضه للجلاش، لو موجود متوفر عندِك ضيفيه. ممكن كمان تضيفي زيتون أخضر زي ما أنتِ بتحبي. وبابدأ أقفّل على الحشوة كويس جدًا، وبابدأ ألفّها بكل سهولة زي ما أنتم شايفين كده. بعد كده بابدأ أرصّها على طول في الصينية، وهكذا لحد ما أخلّص بقية كمية الجلاش اللي معايا. أنا هنا مستخدمة نُص كيلو جلاش، والمادة الدهنية خدت مني حوالي نُص كوباية من المادة الدهنية. أنا هنا مستخدمة الزبدة، ممكن تحطّي زيت على زبدة زي ما أنتِ عاوزة، بس الزيت بيدّيها قرمشة زيادة، والزبدة بتدّيها طراوة، فأنا حبيت هنا أستخدم الزبدة عشان بيدّي طراوة حلوة جدًا للجلاش.
وبعد ما خلّصت كمية الجلاش اللي معايا كلّها ورصيتها خلاص في الصينية، هابدأ أقطّعها زي ما أنا عاوزاه، الحجم اللي أنا عاوزاه. أنا هنا قطّعتها ل3 أجزاء زي ما أنتم شايفين، أنا هنا شايفة الحجم ده مناسب جدًا، بس ليكِ حرية الاختيار لو عاوزاه أكبر من كده أو أصغر. وخلاص بعد ما قطّعت الجلاش هابدأ أدهن وش الجلاش بالمادة الدهنية اللي معايا، هابدأ أجيب الفرشة وأبدأ أدهنه كويس جدًا، بادّيه دهنة حلوة جدًا من السمنة بقى أو الزبدة على حسب المادة الدهنية اللي أنتِ مستخدماها. وبعد ما دهنت الجلاش كويس جدًا، هابدأ أعمل التشريبة اللي هابدأ أشرّب بيها الجلاش معايا. معايا كوباية من لبن الحليب، عليهم بيضة بدرجة حرارة المطبخ، عليهم كمان رشة فلفل أسود وملح. وطبعًا لازم رشة الفلفل الأسود عشان إحنا حاطين بيض عشان تقضي على زفارة البيض، ومعايا معلقة كبيرة من الدقيق. بابدأ أقلب الخليط ده كويس جدًا مع بعض. عايزة أقول لِك إن كمان طريقة البوريك التركي بتبقى نفس تقريبًا الطريقة دي، بس الخليط ده بالأول بيتحط عليه مادة دهنية ويبدأ يتدهن ما بين الطبقات. والطريقتين طعمهم حلو جدًا. بعد كده بابدأ أشرّب الجلاش التشريبة اللي إحنا عملناها زي ما أنتم شايفين معايا كده. بعد كده بابدأ أحرّكه في كل اتجاه كده عشان أتأكد إن التشريبة وصلت لكل الأماكن. بعد كده باكون مسخّنة الفرن على درجة حرارة 200 على الرف التاني من تحت. بادخّل الجلاش لحد ما ياخد لون حلو جدًا من تحت. بعد كده باولّع الشواية على الهادي لحد ما ياخد لون حلو من فوق. أول ما بيطلع من الفرن باغطّيه حوالي 10 دقايق عشان خاطر يهدى من حرارة الفرن ويبدأ كمان يطرى شوية. عشان لو كان وشه مقرمش شوية حابّاه يكون أطرى، لمّا بتغطّيه البخار بتكتميه بيه بيبدأ يطرّي الجلاش شوية ويكون معاكِ كمان أطرى. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك على الفيديو، ولو أول مرّة تشوفوني ما تنسوش تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.